بالفعل ابو علام سنكون على مواجهات مهمه جدا في نهايه هذا الاسبوع، الهلال مع المولوديه، الهلال السوداني والمولوديه، ايضا الترجي وبيراميدز، فلا ننسى مواجهه العوده لشباب بالوزداد مع الاهلي المصري، مواجهه ثأريه باعتبار السداسيه التي فاز بها الاهلي المصري في الجوله الثالثه. سابدا بالمجموعه الاولى ان امكن. محمد ابو علام نشاهد ترتيب المجموعه الاولى حتى نذكر الساده المشاهدين، ثم نمشي لهذه المجموعه مع كابتن رفيق حليش. طبيعي هذه المجموعه الهلال السوداني برصيد 9 نقاط، مولوديه الجزائر 4 نقاط، مازامبي نقطتين، يانغ افريكانز نقطه وحيده. الجوله القادمه المولوديه تلعب مع الهلال في السودان، في موريتانيا بالتحديد، ومازامبي الكونغولي يلعب مع يانغ افريكانز. رفيق حليش، مجموعه صعبه، مجموعه تقريبا الهلال السوداني سيكون في طريق مفتوح، ولكن ممكن المولوديه تعقدت الوضعيه نسبيا بعد الهزيمه الاخيره امام الهلال، لانه اصبح مطالب بنتيجه ايجابيه في المباراه القادمه خارج الديار امام افضل فريق في هذه المجموعه. صحيح، هيكل شاطرك الرأي. بالنسبه للهلال السوداني اتوقع انه يمكن تحكمها وتقول انه 90% ضمن التاهل على غرار العلامه الكامله. الفريق الوحيد في المجموعات الأربعة اللي عنده 9 نقاط ومتصدر ب9 نقاط. نتكلم ولو ينتصر يضمن المركز الأول. صحيح. يضمن المركز الأول منذ الجولة الرابعة والتأهل قبل مباراتين يعني. وخاصة أنه المباراة راح يلعبها يعني بالنسبة داخل الديار بالنسبة للهلال، هي في موريتانيا حتى وأنها في موريتانيا صحيح. لكن المأمورية اللي أصبحت معقدة بالنسبة للمولودية، خاصة بعد الخسارة داخل الديار في 5 جويلية ضد نفس الفريق اللي هو الهلال. وبعدها تم تغيير المدرب بوميل وتغييره بخالد بن يحيى، اللي يعني لازم له وقت للتأقلم. ولو انه خالد بن يحيى يعرف اجواء المدير، ليست المره الاولى المره الثانيه صحيح، لانه رجع يمكن من اقل من سنه كان معه ورجع على غير بعض العناصر الغير موجوده، ايضا الروح الموجوده بين اللاعبين، اللي يمكن النفسيه اللي لازم يشتغل عليها كثير. المولوديه مطالب على الاقل عدم الخساره المباراه القادمه ضد الهلال لكي يلعب مباراه العوده ضد تي بي مازامبي اللي راح تكون داخل الديار. وهذه المباراه نشوفها ان المهمه والفاصله بالنسبه للمولوديه، اللي لازم ما يخسرهاش، لازم انه يفوز بالمباراه هذه حتى ولو يخسر ضد الهلال المباراه القادمه، لكن ضد التي بي لازم عليه انه يفوز ويضمن 3 نقاط تي بي مازامبي. ومن بعدها راح يدخل في حسابات مع اليونغ افريكانز، خاصه لو اليونغ افريكانز يفوز المباراه القادمه اللي ضد تيبي داخل دياره. يعني مولوديه حظوظه قائمه، لكن لازم عليه فوز. ما في الاشكاليه الوحيده رفيق، نعم، انه في صوره هزيمه المولوديه امام الهلال، تعرف انت الهلال السوداني سيضمن المركز الاول وسيكمل الجوله الخامسه والجوله السادسه سيكملها باي طريقه. تعرف الفرق العربيه في الاخير لو تتاهل لو تتاهل وتضمن المركز الاول، يعني ليس نوع من التراخي، ولكن ممكن نشاهد الفريق الثاني ممكن يفكر اكثر في الدوري اللي يشارك فيه، في الدوري الموريتاني صحيح. يعني ممكن يتغير التفكير تماما يعني صحيح، لانه الحسابات راح يدخل فيها المولوديه، خاصه في المباراه الاخيره. قلت لك اليونغ افريكانز لو يفوز المباراه القادمه ضد التي بي يصبح ب4 نقاط. لو المولوديه تخسر، لو تي بي مازامبي ايضا يفوز يصبح المركز الثاني ب5 نقاط. يعني المولوديه لازم على الاقل تعادل المباراه القادمه. ادري المأمورية صعبه ضد احسن فريق في المجموعه، عنده مباريات داخل الديار لازم عدم التعثر فيها، لازم يفوز ب3 نقاط، ومن ثم حساباته وحسابات النتائج اللي راح تصرف في المباراتين، يا اما يضمن التأهل يا اما لازم له نقطة. يعني حظوظه قائمة، لكن حسابات راح يدخل فيها اكيد. وعلى العموم اللي نتمناه انه في مرحلة الاياب يظهر المولودية بمردود ممتاز ويتأهل الهلال والمولودية الى الدور القادم. من المجموعة الأولى نمشي للمجموعة الثانية. نذكر بالمجموعة الثانية، المجموعة الثانية طبيعي فيها الجيش والرجاء. الجيش والرجاء إلى حد الآن ميلودي سان داونز والجيش الملكي في المركز الأول ب5 نقاط، ثم في المركز الثالث مينياما الكونغولي ب3 نقاط والرجاء بنقطة وحيدة.
هذا هو الترتيب الخاص بهذه المجموعة. المجموعة الثانية نشاهد سان داونز الجيش الملكي 5 نقاط كما قلت في المركز الأول. نمشي مباشرة نبدأ بربيع ثم نمشي مع الأستاذ محمد الميغودي، لأنه سأترك الرجال الأستاذ محمد الميغودي باعتبار في إمكانية تغييرات إدارية في الرجاء المغربي. الرجاء يعاني في الدوري المغربي، يعاني في الشامبيونز ليج، الرجاء يمر بفترة صعبة الحقيقة على كل المستويات. بعد قليل سأعود إليها مع الأستاذ محمد الميغودي، ولكن نبدأ بالجيش الملكي مع ربيع. الجيش الملكي ممكن الحقيقة الحصان الأسود لهذه المجموعة إلى حد الآن يقدم في مستوى جيد، حظوظه وافرة من أجل التأهل، ما زالت له مباراتين على أرضية ميدانه في مرحلة الإياب، ممكن الحظوظ وافرة جدا من أجل أن نشاهد الجيش الملكي إن شاء الله في الدور القادم. حتى المباراة القادمة ستكون مع مينياما، والإمكانية وافرة من أجل تحقيق 3 نقاط، خاصة أن المباراة ستكون في المغرب. هو أقف ممكن عند نقطة من خلال بداية الجيش الملكي في هذه البطولة. قلنا على أنه بدايته في هذه البطولة ممكن لم تكن بالبداية الجيدة نظرا للنتائج التي كان يحققها على مستوى الدوري المحلي، لكن اليوم وبعد 3 جولات أعتقد فريق الجيش الملكي استعاد المستوى اللي ممكن يخول على أنه يكون منافس قوي على مستوى هذه البطولة. أولا كما قلت على مستوى النتائج، كذلك على مستوى تسجيل الأهداف. يعني قبل ما يخوض أول مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا أعتقد بأنه كان تقريبا العديد من المباريات تعادل فيها، لم ينجح في تسجيل أكثر من هدف تقريبا في 4-5 مباريات، عكس في الفترة الحالية 3 انتصارات متتالية، نجح في كل مباراة أن يسجل هدفين. بمباراة ناقصة إذا ما فاز بها سوف يكون وصيف الدوري المحلي، وبالتالي الأكيد بأن الجولة الرابعة تأتي في فترة جيدة لفريق الجيش الملكي. وعلى مستوى الحسابي قلنا على أنه فريق الجيش الملكي إذا ما نجح أن يفوز على مانياما وتدبير هاتين المباراتين، نجح في المباراة الأولى بخطف تعادل نقطة، ثم إذا ما فاز بها 4 نقاط سيصبح المجموع الإجمالي و8 نقاط. وفي المباراتين سواء كانت أمام الرجاء أو مامليدي ساوندانس بجنوب أفريقيا، في رأيي الشخصي النقطة تكفي لكي يتأهل فريق الجيش الملكي في انتظار على هل سيتأهل كمركز أول أو ثاني. صحيح، الجيش له كل الحظوظ، له كل الامكانيات من اجل التاهل للدور القادم. الحقيقه فريق ممتاز، فريق جيد، شاهدناه امام ميلودي سان داونز، شاهدناه امام الرجاء في مباراه ديربي، شاهدنا فريق الحقيقه ممتاز على كل المستويات، وتحسن كذلك على المستوى الهجومي، تحسن حتى في الدوري المغربي يحتل الوصافه الان ولا نهضه بركان. مباراه ناقصه اذا ما فاز بها يحتل ينتقل الى الوصافه وفي المركز الثالث. على كل نمشي مباشره الاستاذ محمد الميغودي للحديث عن الرجاء قبل ما ندخل في اجواء الشامبيونز ليج الافريقيه. فقط نحب نرجع للاستاذ محمد الميغودي، لانه الاستاذ محمد الميغودي قبل بدايه هذه المسابقه نتذكر قال لا اتوقع ان نشاهد فريق مغربي في الادوار المتقدمه. الان هل ما زلت مصر على هذا الراي على الاقل من خلال ما شاهدته بالنسبه للجيش الملكي استاذ محمد الميغودي؟ والله عزيزي كلا نقول أن لا زالت هناك أيضا صعوبة أمام فريق الجيش الملكي، وعليه أن يدبر على الأقل اللقاء المقبل بنوع من الجدية وبنوع من الواقعية وبكثير أيضا من التدقيق في التفاصيل. صحيح أن نتائجه ممتازة جدا سواء على مستوى البطولة الوطنية أو على مستوى عصبة الأبطال الإفريقية، ولكن فريق الجيش الملكي كما رأيته في اللقاء الأخير في البطولة الوطنية كل الجماهير تطالب بتغيير المدرب، بمعنى حتى الجماهير غير مقتنعة بالمدرب، وأنا أعتقد أن هذا الأمر أيضا يجب استدراكه. وبالتالي أنا أقول فريق الجيش الملكي من خلال هذه النتائج يمكن قد يكذب ما قاله المغودي في بداية قبل انطلاق هذه البطولة أو كما قاله في الموسم الرياضي الماضي. ولكن شخصيا أقول على مستوى التنافس على مستوى اللقب أن الأمر صعب وصعب جدا جدا، لأن حينما أرى كيف يتعامل الآن فريق سان داونز، كيف يتعامل أيضا فريق الأهلي المصري، وكيف يتعامل ايضا حتى الترجي التونسي، اقول بان الامر صعب جدا على مستوى التنافس على مستوى اللقب. على مستوى الرجاء الرياضي اقول ان الوضع كارثي جدا جدا، خاصه وان هذا الوضع لا على المستوى التقني لا اعتقد ان فريق الرجاء الرياضي بقي له حظوظ على مستوى التنافس على مستوى لقب البطوله الوطنيه. وفي هذا السياق اقول شكرا للحكام الذين كانوا اكثر الاخطاء في الموسم الماضي مع فريق الرجاء الرياضي. ها أنتم الآن وها نحن الآن نقطف ثمار هذه الأخطاء
الجميله التي كانت لصالح فريق الرجاء الرياضي. على مستوى عصبة الابطال الافريقيه النتائج ايضا غير مصره نهائيا. اليوم هناك ايضا اقرار وهناك تاكيد على ان المكتب المسير الحالي انه سيسير نحو اتجاه الاستقاله الجماعيه. سندخل مرحله اخرى، والغريب ان لا احد يريد ان يتحمل المسؤوليه الان. حتى جواد الزيات الذين تواصلوا معه واتصلوا به انه يريد ضمانه حقيقيه، ضمانه ماليه كبيره، لان كان يريدون منه الاستمرار او على الاصح العوده الى رئاسه الرجاء. ولكن اقول ان الرجاء الرياضي عليه ان يستفيد من الدرس. وحينما اقول الرجاء اقول المسيرين، اقول البرلمان، اقول ايضا الجماهير عليها ان تستفيد من الدرس. حينما كان الرجاء الرياضي يسير بخطى ثابته نحو المأسسه ونحو النتائج الايجابيه في عهد جواد الزيات اضطهدتموه، وايضا بداتم تفكرون في ان موديل كموديل سعيد الناصري. هذه الحقيقه. فجاءوا برجل لا علاقه له لا بالكره ولا علاقه له بالرجل، اغرق الفريق واغرق حتى نفسه. وبالتالي انا اقول لهؤلاء الفاعلين فعاليه الرجاء الرياضي، الرجاء يستوجب اشخاص حكماء، يستوجب اشخاص عقلاء، يستوجب اشخاص ليس من اصحاب الشكارات ولكن من اصحاب الفكر. وبالتالي عليكم ان تساندوه وان تدافعوا عنه وان تحموا هذا الفريق. انا اعتقد ان عوده الرجاء الرياضي الى مسارها الطبيعي يقتضي، وساكون ايضا سعيدا بعوده جواد الزيات، ولكن لا بد من تطهير المحيط، محيط الشر الذي يحيط بفريق الرجاء الرياضي. الجماهير عليها ايضا ان تبتعد عن الضغط السلبي، وعليها ان تدعم التجربه. واقول ايضا في الختام اكرر، كرة القدم الوطنية لا بد لها من مساندة مالية استثنائية من طرف الحكومة المغربية. كل الأندية الوطنية غارقة الآن، وربيع العفو يعرف ذلك باستثناء 3 فرق. مهما كان الجهد، مهما كان المجهود، مهما كان التفكير، مهما كان العمل، إذا لم يكن هناك دعما ماليا استثناء من الحكومة المغربية، فأنا أعتقد أن لا فريقا سيكون في المستوى على مستوى السنوات المقبلة، باستثناء قلت 3 فرق: الجيش الملكي، نهضة بركان، والفتح الرباطي، وهذه الفروق التي لها ايضا استقرار مالي. نمشي الكابتن علي ميهوب مع المجموعه الثالثه. قبل عليه فقط تعطيني الترتيب ان امكن، ترتيب المجموعه الثالثه. الاهلي المصري في المركز الاول في هذه المجموعه ب7 نقاط، الاهلي المصري الى حد الان في طريق جيد، طريق مفتوح. اورلاندو بايرتس في المركز الثاني ب5 نقاط، ثم شباب بلوزداد 3 نقاط، واستاد ابيجان الايفواري في المركز الاخير بنقطه واحده. كابتن علي ميهوب، استمعت لما قاله أستاذ محمد الميغودي منذ قليل، وتقريبا لما قال أن الأندية المغربية ليست لها حظوظ في هذه الشامبيونز ليج الإفريقية باعتبار قيمة ما يقدمه الأهلي المصري. هذا في حد ذاته ضغط مسلط على الأهلي المصري في هذه البطولة. احنا الحقيقة نقيم في مرحلة الذهاب وسنتحدث على نقيم مرحلة الذهاب وسنتحدث عن مرحلة الإياب. الأهلي المصري قدم مردود جيد، خاصة المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد. الحقيقة الأهلي كشر عن أنيابه وأكد أنه يبقى المرشح رقم 1 لتحقيق اللقب. دي حقيقة هيك يعني إلى حد ما أنا يعني أداء النادي الأهلي في البطولة الأفريقية مقبول جدا جدا. 7 نقاط من 3 مباريات، حاجة كويسة. فوزين وتعادل. ممكن شباب بلوزداد قدم مباراة شوط رائع الشوط الثاني، وكنت أنا اتكلمت هنا مع في البرنامج معاك يا هيكل ان شباب بلوزداد عمل شوط يعني انا محترم جدا الشوط الاول. دي حقيقه، لكن الفيصل الوحيد هو توقيت هدف التعادل للنادي الاهلي، وهنا بيبان قيمه الفرق الكبيره يا هيكل اللي يقدر يتماسك. انا عن نفسي فوجئت ان الشوط الثاني انهيار تام لشباب بلوزداد على كل النواحي، غير النادي الاهلي. النادي الاهلي هدف التعادل ده اداله ده يعني عارف ايه، يعني نفس تاني، نفس جديد تاني، انا هبدا الشوط الثاني عشان اكسب. ده اللي فرق فعلا النادي الاهلي. الشوط الثاني شوط مختلف تماما، فريقين مختلفين تماما، فريق بيدور على الهدف اول وثاني وثالث، وده حصل مع النادي الاهلي، وفريق مش لاقي نفسه، يعني حاسس بعد الهدف التعادل حاسس ان كل حاجه انهارت، مع ان المفروض شباب بلوزداد من الفرق المتمرسه، فرق كبيره حتى لو مغلوبه، لكن تعرف ازاي تتحكم في ادائها، في شكلها، في جماعيه الفريق نفسه. لكن حصل العكس، والنادي الاهلي استغل الفرصه بامتياز. شوط ثاني نموذجي 6-1، نتيجه كبيره جدا على شباب بلوزداد. النادي الاهلي 7 نقاط، اعتقد الطريق موحد قدامه ان هو يعتلي المجموعه دي. وزي ما قلت هيك انت دايما، هو النادي الاهلي البطوله دي محببه ليه جدا،
وبتحس ان هي بتحبه وهو بيحب البطوله دي قوي، عشان كده بدايته ممتازه في البطوله الافريقيه. يعني ما كسبش 3 مباريات، لكن 7 نقاط في المجموعه دي اعتقد هتاهله كويس جدا ان هو يكمل اول مجموعه. المشكله كلها تبقى مع شباب بلوزداد واورلاندو بايرتس، لان المنافسه هتبقى قويه جدا 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 بين الاثنين، لكن اعتقد النادي الاهلي في طريق مفتوح ان هو يعتلي قمه المجموعه دي. طبيعي المنافسه موجوده، لو شباب بلوزداد يحقق نتيجه ايجابيه امام الاهلي المصري. على فكره الاهلي فاز ب10 القاب في الالفيه الثالثه من جمله 25 مسابقه، الاهلي فاز ب10، حتى نعرفوا قيمه الاهلي المصري في هذه المسابقه في الشامبيونز ليج الافريقيه، تقريبا سيطره غير عاديه بالمره على مسابقه الشامبيونز ليج الافريقيه. باش نكمل مع كابتن علاء في سؤال اخير بالنسبه لهذا المحور، لانه تحدثنا بشكل عام على مشاركه الاهلي في الشامبيونز ليج، ولكن ندخل في التفاصيل. الان تحدثنا على العلاقه اللي صارت بين أو تداعيات ما حدث بعد مباراة شباب بلوزداد، وكيف أن محمد رمضان وكهرباء لم يتجه للجماهير، والتداعيات اللي صارت. أعتقد أنه صارت أيضا تداعيات فنية، لأنه بعد ذلك لاحظت أنا على الأقل، أنا شاهدت مباراتي الأهلي المصري، سواء مباراة المصري البورسعيدي أو مباراة إنبي مع المصري البورسعيدي، المردود لم يكن جيد الحقيقة. المصري كان أفضل في أغلب فترات المباراة، رغم هذا الأهلي المصري تمكن من تحقيق الانتصار. اليوم صار تعادل أمام إنبي، الواضح أنه الأجواء ليست جيدة. صحيح أنه في الشامبيونز ليج والناس من برا اللي من المغرب واللي من الجزائر واللي من تونس يشوفوا في الأهلي المصري كأفضل صورة باعتبار قيمة ما يقدمه في الشامبيونز ليج، ولكن من داخل الأجواء المحلية المصرية يعرفوا أن الأهلي المصري ليس في أحسن أحواله. هل هناك قرارات ستتخذ كابتن علاء ميهوب في قادم الأيام، لأنه إلى حد الآن ما زلنا ننتظر في قراراته؟ دي علامة استفهام كبيرة هيك. أنا معاك طبعا إن النادي الأهلي في بطولة أفريقية غير خالص الدوري العام. النهارده تعادل مع إنبي، وإنبي مضيع بنالتي في آخر 5 دقايق. الأهلي عمره ما بدأ الدوري 3 مباريات تعادل، صعب جدا. التداعيات اللي حصلت بعد شباب بلوزداد كانت كتيرة جدا، والناس لامت اللعيبة، ويعني في بعض الناس اتكلمت على رمضان، ما كانش صح ده اللي يحصل. كهربا بقى له ماتشين بره قائمة الباير، بره القائمة تماما. الامور على المستوى المحلي مش احسن حاجه هيك، انا بتفق معاك تماما. وفي قرارات هتتاخد اكيد، لان كابتن محمود في اجتماعات دائما مع كولر، مع الاداره، مع لجنه التعاقدات، لان في لازم تعاقدات جديده. النهارده حتى كولر في المؤتمر الصحفي يا هيكل قالها بمنتهى الصراحه ان النادي الاهلي محتاج تدعيمات الفتره القادمه. يعني ده قالها في المؤتمر الصحفي يعني صراحه كده. لكن انا شايف ان المردود نفسه في الدوري مش احسن حاجه. مش ده النادي الاهلي. يعني ممكن تلعب كويس قوي ما يحصلش مكسب، ما فيش حاجه، ما فيش مشكله ان المكسب ده مش بتاعك، لكن الاداء نفسه يا هيكل مش كويس. مش ده النادي الاهلي في الدوري العام. ممكن نلعب شوط كويس، شوط حلو. النهارده مباراه انبي يمكن انا مستوى الشخصي ما عجبتنيش بالمره، كنت مخسر تكسر 3 نقاط. يعني الحمد لله ربنا ساتر زي ما بنقول وتعادلنا. نفس الكلام اللي اتكلمت عن مباراه المصري. اصل الناس مش هتقول حاجه غير اللي هي شايفاها هيكل، ما ينفعش. خصوصا لما تيجي تتكلم في برنامج زي الكره العربيه وكلهم ما شاء الله نجوم كوره، اما اجي اتكلم لازم اتكلم كلام الناس تعرف ان احنا يعني بنتفرج على كوره، مش هتكلم كلام غير اللي انا شايفه. كره القدم ما فيهاش لفه ودوران، اللي انا شايفه اتكلم فيه. انا معاك افريقيا حاجه، لكن على المستوى المحلي النادي الاهلي محتاج دفعه تاني او روح جديده او تغير تام، وده اللي هيحصل متاكد منه الفتره القادمه يا هيكل ان شاء الله. لان كابتن محمود اكيد ما بيتكلمش كتير، كابتن محمود الخطيب ما بيتكلمش كتير، لكن في حاجات ان شاء الله جماهير النادي الاهلي هتسمعها ان شاء الله، تبقى حاجات تعمل الفرق ان شاء الله، لكن داخل على استحقاقات كبيره جدا. واضح. هو فقط في 30 ثانيه يا رفيق سؤال غير اللي من وحي اللحظه، لانه تحدث عن التعاقدات. بغداد بونجاح هل يمكن ان يكون في الاهلي المصري؟ ولو اني انا الحقيقه تفاجات انه في امكانيه بغداد بونجاح باعتبار قيمه ما يقدمه وسام ابو علي. اللهم لو كولر يفكر في استعمال مهاجمين ممكن يغير الخطه التكتيكيه، الله اعلم. ولكن هل الحكايه حسب رايك انت ماشيه في الاتجاه الايجابي ام لا؟ اتوقع انها ماشيه لكن ليس حاليا، لانه حتى الشمال غير راضي بتسريحه، خاصه من الاداء اللي قاعد يقدمه في نادي الشمال. ايضا الترتيب اللي متواجد فيه الشمال لاول مره قاعد في سكه ممكن يكون موجود في كاس العالم للانديه. اتوقع انه شمال راح يخليه يروح في كاس العالم للانديه، يعني بعد شهر 5 يمكن تسريحه الى النادي الاهلي للمشاركه في كاس العالم للانديه. وصراحه كلاعب
اكيد راح يزيد الاضافه هجوميا على غرار ابو علي صراحه، اللي حتى الارقام مؤخرا تحت في ارقام بين الاثنين تقريبا نفس الارقام، يا اما في المساهمه يا اما في التسجيل. راح يكون دعم قوي صراحه. هو دعم قوي اوكي، ولكن انا لما تكون عندي مشاكل ندعم المشاكل اللي عندي، مش ندعم افضل نقطه قوه عندي. افضل نقطه قوه في الاهلي المصري وسام ابو علي الان صح. فقط. به نكمل مع المجموعه الرابعه، ناخذ الترتيب الخاص بالمجموعه الرابعه، مجموعه الترجي وبيراميدز. في هذه المجموعه الترجي الرياضي التونسي في المركز الاول برصيد 7 نقاط، في المركز الثاني بيراميدز 4 نقاط، ساغرادا وجوليبا في المركز الثالث برصيد نقطتين. الترجي يبدو انه في طريق مفتوح. مباشره طارق سالم للحديث عن هذه المجموعه. طارق تقريبا طارق على فكره نفس ما تحدثت فيه منذ قليل مع علاء ممكن نتحدث فيه معك الان، لانه ترجي تشامبيونز ليج ليس ترجي الدوري المحلي. ترجي تشامبيونز ليج الحقيقه افضل بكثير من الترجي الذي نشاهده في الدوري المحلي. بالنسبة للترجي مش كما الأهلي. ممكن الترجي عنده مشكل في البطولة المحلية، عدد الأجانب في تونس محدود. والحقيقة معناها اللاعبين التوانسة اللي في فريق الترجي ممكن بخلاف حراسة المرمى وحسام تقاء، اللاعبين الآخرين أقل مستوى من اللاعبين الأجانب بكل صراحة. معناتها الترجي عنده مشكلة في وسط الميدان مع حسام تقاء، ما فماش لاعب وسط ميدان هجومي اخر من التونسي معناه ينجم يعمل دور الوسط الميدان الهجومي الصحيح. هذاك علاش الترجي في بعض الاحيان في البطوله التونسيه يضطر باش يحط كوناتي على بنك الاحتياط، وهو لاعب مهم جدا في وسط الميدان. في الدفاع عنده توغاي لا غنى عليه، معناتها ما نجمش يستغنى عليه الترجي، هذاك علاش يضطر باش يستغنى على كوناتي. في الهجوم كيف عنده 4 لاعبين معناها في الهجوم لازم يحط يستغل كان زوز لاعبين. عنده يان ساس والبليلي اللي يمروا بفتره طيبه، رودريغيز ولو انه مصاب توا يلزم يلقاو حل، وموكوينا اللي بدا بشويه قاعد يلقى في روحه ويسترجع في امكانياته ويدخل في جو البطوله التونسيه وفي جو الترجي. والحاجه الثانيه اللي هي معناتها مهمه جدا، التركيز والتحضير النفسي والروح اللي يلعبوا بها الفرق سواء الاهلي ولا حتى الترجي الرياضي التونسي اللي متعودين يهزوا البطولات في الدوري المحلي. تركيزهم مش نفس التركيز في البطوله الافريقيه اللي هي نعتبرها الهدف الاول للفرق هذه. دونك حتى اللاعبين والمسؤولين والمدرب حتى الصحافه معناها وطريقه تعاملها مع مباريات الدوري التونسي غير تعاملها مع مباريات الشامبيونز ليج. هذاك علاش الملاعب يكون اكثر تركيز واكثر روح واكثر حماس. الترجي بدا يسترجع في امكانياته، ما عندوش مشكله معناتها في الترشح للجوله معناتها من دوري المجموعات. المشكل انه يترشح الاول ولا الثاني، اسبقيه مهمه بعد انتصاره على بيراميدز. الترجي ما يلزموش يخسر في مقابله العوده ضد بيراميدز باش يضمن المركز الاول. وكما قلت لك معناتها من اول ما شفنا المجموعه هذه قلنا انه الترجي وبيراميدز هما الزوز اللي عندهم اكثر حظوظ باش يترشحوا في المجموعه هذه. تبقى شكون الاول شكون الثاني. الترجي عنده اسبقيه، مقابله الثانيه القادمه مع بيراميدز مهمه جدا للترجي، ما يلزموش يخسرها باش يضمن اكثر حظوظ للمركز الاول. لو انه تعادل، اعتقد التعادل بالنسبه للترجي طارق تقريبا ضمان المركز الاول في هذه المجموعه. نذكر ان المباراه ستكون يوم الاحد القادم، ستكون في مصر امام بيراميدز. نعطي فقط بعض المعلومات. الترجي انتدب ظهير تونسي سويدي ظهير ايمن، وفي امكانيه ايضا انتداب قلب هجوم من فريق جوليبا المالي. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي بدات الان التدعيمات. نعرف جيدا الترجي، الاهلي، الوداد، العين، الهلال مقبلين على كاس العالم للانديه في الصيف القادمه، لهذا التدعيمات مهمه جدا. على كل، قبل ما نمشي للجزء الثالث والاخير والخاص ببانوراما واهم الاحداث العربيه سنه 2024، تابعي نحيي كابتن علي ميهوب. يستضيف نادي النهضة البركانية ضيفه نادي الرجاء الرياضية البيضاوية، وذلك برسم الجولة 16 من منافسات الدوري المغربي للمحترفين. وإليكم في هذا الفيديو الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لهذه المباراة. وستنطلق أطوار هذه المباراة يوم الأحد انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي، ويمكنكم متابعته عبر قناة الرياضية مباشرة من الملعب البلدي لبركان.
هذا وسيسعى فريق النهضة لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث يسعى للسعي لتحقيق النقاط الثلاثة لمواصلة تصدره لجدول الترتيب، حيث يعول البركانيين هذا الموسم على دخول التاريخ وتحقيقهم للقب البطولة الوطنية للمرة الأولى في تاريخهم، بينما الرجاء يسعى لاستعادة توازنها. يذكر أن النهضة البركانية يحتل الصدارة برصيد 36 نقطة، بينما فريق الرجاء الرياضي البيضاوي يحتل الرتبة السادسة وبرصيد 23 نقطة.